تخيل لو صحيت الصبح لقيت فرصة العمر قدامك، عملة رقمية تنفجر وسعرها هيضرب في السماء، ومعاك الميزانية بس الموبايل اللي في ايدك مكتف حركتك ومش عارف تنفذ العملية في ثواني. ده بالظبط اللي حصل معايا انا وصاحبي ايهاب الاسبوع اللي فات، لما قررنا ندخل في معمعة السولانة ونشوف تطبيق جيبيتور موبايل اللي قلب الدنيا. هيسندنا ولا هيخذلنا؟ يا ترى التطبيق ده فعلا هو المحرك اللي هيخليك تسيطر على محفظتك، ولا مجرد واجهة شيك ووراها خوازيق تقنية ممكن تضيع عليك فلوسك؟ بدأت الرحلة أنا وإيهاب، فتحنا الموبايلات مع بعض، واول ما دوسنا انستول دخلنا ملقيناش بقى جو كود التفعيل اللي ما بيوصلش والملل ده. لا، التطبيق دخلنا في الموضوع على طول، بس الصدمة كانت في الكلمات المفتاحية او مفاتيح المرور بتاعتك اللي هم ال24 كلمة اللي لازم تحفظهم زي اسمك، لان لو ضاعت انسى انك تشوف دولار واحد تاني من محفظتك. واجهة البرنامج أول ما فتحت حسيت إنك راكب سفينة فضاء. التصميم سلس جدا وسريع لدرجة تخوف، مفيش لاج ولا تهنيج، بس في الأول هتحس إنك تايه ما بين السوايب والليميت اوردر والديكا اللي موجودين تحت. أنا وصاحبي جربنا نعمل سوايب سريع لعملة ميم. أنا جربت من واي فاي وهو جرب من الداتا. التطبيق كان طلقة في التنفيذ، بس واجهتنا حركة غريبة واحنا بنحدد السليب بيج او نسبة التسامح في السعر. التطبيق ما كانش بيشرح للمبتدئ يعني ايه الرقم ده، فلو انت مش فاهم ممكن تشتري بسعر غالي جدا وانت مش حاسس. الموقف التاني لما حاولنا نربط المحفظة بموقع خارجي. جيبيتور كان حنبلي جدا في الامان وبيطلع لك تنبيهات تخوفك قبل ما توافق على الربط، وده طمنا شوية. الموقف التالت بقى وهو ميزة الديكا تي سي اي او الاستثمار الدولي. ضبطنا تطبيق انه يشتري بمبالغ صغيرة كل يوم، والموضوع مشي اوتوماتيك بعبقرية من غير ما نتدخل، ودي ميزة بنت لذينة للناس اللي عايزة تحوش. أهم 5 مميزات خلتني أنبهر هي: أولا، سوايب أجيريجيتور اللي بتجيب لك أفضل سعر في شبكة سولانا كلها. ثانيا، ميزة البريدج اللي بتخليك تنقل الفلوس من شبكات تانية لسولانا جوه التطبيق. ثالثا، ريال تايم شارتس أو الرسوم البيانية اللي بتتحدث لحظيا. رابعا، الأمان العالي والتحكم الكامل في مفاتيحك. وخامسا، إنه بيدعم اللغة العربية بشكل محترم جدا، لكن مفيش حلاوة من غير نار. العيوب بقى اللي واجهتنا كان واضح: اولا، التطبيق بياكل بطارية بشكل ملحوظ لو سبته مفتوح. ثانيا، الدعم الفني عبارة عن بوت وتذاكر بتاخد وقت، مفيش شات مباشر يحللك مشكلتك او يحللك مشكلتك في ثانية. لما دخلت اشوف تعليقات الناس لقيت واحد دمه محروق كاتب انه خسر فلوس بسبب انه محولش لعملة سولانا الاول عشان يدفع رسوم الغاز جاز فيز، ودي غلطة مستخدم، بس التطبيق ما كانش موضحها بشكل كافي للمبتدئين. وواحدة تانية بتشتكي من ان التطبيق بيقفل لوحده كراش على الموبايلات اللي رامتها ضعيف. فلو موبايلك قديم بلاش تغامر. وبالنسبة للأمان، التطبيق مخلي لك انت الملك، مفيش حد يقدر يسرقك الا لو انت اديت مفاتيحك لحد. مفيش نصب بالمعنى الحرفي، لكن في فخاخ رسوم الشبكة اللي ممكن تخلص رصيدك الصغير. التطبيق ده محتاجه 5 انواع من الناس: المستثمر اللي عايز يجمع عملات كل شهر بهدوء، والمضارب الكيف اللي بيطارد عملات الميم السريعة، والشخص اللي عايز محفظة شيك وسهلة لعرض مقتنياته من ال NFTs، والمحترف اللي محتاج ادوات متطورة زي الليميت اوردرز، وحتى الطالب اللي معاه ملاليم وعايز يجرب يدخل عالم الكريبتو بأقل تكلفة. بصراحة يستحق التحميل. لو انت شغال على شبكة سولانا فده افضل تطبيق موجود حاليا بدون منازع. مناسب جدا للي عايز سرعة وامان، بس مش مناسب لواحد لسه مش عارف يعني ايه بلوكيشن، لانه هيتوه. تقييمي النهائي 8.5/10. خذلني بس في استهلاك البطارية وصعوبة الاعدادات المتقدمة والشات اللي مع المطور، يعني الدعم الفني ان حد يرد عليك او يحللك مشاكلك. وبدائله القوية زي محفظة بلاتوم فانتوم او سلوف فير. تفتكروا يا جماعة، هل الأمان والخصوصية أهم، ولا سهولة الاستخدام وسرعة المكسب حتى لو فيها مخاطرة أهم؟ مستني رأيكم في الكومنتات. سلام.